لابس الجاكيت على الشورت. هنا الموضوع ده عادي جدا ان هم يكونوا لابسين، بياكلوا الكبده زي الستيك I don't يعني eat liver. قطعه واحده. It's not common. بيقول So هنا الكبده مش متعوده. مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ معكم كارل. يا مساء التلج كده والأجواء الشتوية الجميلة. بصوا كنوع من أنواع تبادل الثقافات، كارل بيجرب كده كل فترة أكلة مصرية أو أكلة عربية يعني تمام. فالمرة دي إن شاء الله هيجرب الكبدة. طبعا في بقى الكبدة الاسكندراني وكده، وفي الكبدة اللي احنا يعني كل واحد بيعملها في بيته بطريقة معينة، فانا دي طريقتي يعني. جربوها بجد بيبقى طعمها حلو قوي، واكتبولي كده في التعليقات انتوا بتعملوا بأي طريقة. عايزه اقول لكم ان اصلا الكبده هنا مش متعارف عليها، يعني ان هم مش بياكلوها، ولو تقريبا اكلوها نادرا بياكلوها زي ستيك يعني زي ما كارل هيقول في الفيديو. بحب بقى كده على نار متوسطة الكبدة والبصل، يعني عارفين كده يعملوا كيميا مع بعض. هي بتبقى احلى بالبصل الاخضر، بس ما كانش عندي غير بصل الوان واخضر بسيط يعني. غطيتها بقى علشان تستوي يعني كويس، بس مش بسيبها وقت طويل علشان الكبدة ما ينفعش نسيبها وقت طويل على النار زي ما انتوا عارفين. فجأة كده قلت نفسي اعمل عيش في البيت، مش عارفة ليه، فجربته فقلت بقى علشان كده بصراحة عملت الكبدة يعني بالمرة علشان ادوق، يعني ادوق العيش بالكبدة. لو حابين ان انا ابقى اشارك معاكم طريقة العيش وكده في فيديو، يعني من الفيديوهات الجاية وكده، في مثلا روتين او حاجة، بقولولي في التعليقات. كارل النهارده هنجرب الكبدة. okay, we can try. يس. Okay. هيبدأ بقى يجربها. زي ما قلت لكم العيش ده انا اللي عاملاه هو يبدأ بالطحينة. كبدة، ابدأ بالكبدة. الكبدة It's nice. This is a special tahina. You made it by yourself. يب. Yeah. بيقول ان الطحينة دي يعني مميزة. Okay. It has to be with the bread. هيجرب بقى الكبدة مع العيش وكده. Okay. سي بسم الله. يسيد. Oh, it's liver. يب. كبدة يعني بيقول ان هي كبدة. ممكن تعمل تاخد يعني لقمة من كل حاجة مع بعض. Yeah. Okay, so we got like a pepper here. هيعمل بقى لقمة من كل حاجة مع بعض. Pepper and the meat here.
بيضحك لأشلي بس. It's nice. It's very nice. بيقول It doesn't- حلوة يعني. It doesn't have a strong flavor. That's good because this is like a veal liver. So that's بيقول nice. إن هي مش ريحتها مش تقيلة يعني. Should I put the lemon on it? يا بيقول لي احط الليمون عليها. ازاي يعني هنا بتاكلوا الكبده ازاي عامه؟ Like a steak, I guess. بياكلوا الكبده زي الستيك I don't يعني, eat يعني liver. قطعه واحده. It's not common. بيقول هنا الكبده مش متعودين عليها يعني. على فكره انا ما لقيتش ابدا خالص كبده هنا يعني. ما لقيتش خالص في السوبر ماركت العادي. دي من المحل الحلال. بالطعم شكله حبها يعني. هو بالنسبه له الكبده حاجه غريبه يعني بصراحه. هو مش بياكلها، ما اكلهاش قبل كده. انا اول مره ياكلها اما انا عملتها له. ايه رايك؟ So yeah, it's very nice. It has a very nice flavor. بيقول طعمها يعني طعمها حلو يعني. I especially love the peppers, the flavor of the peppers. بيقول خاصة يعني طعمها مع الفلفل وكده يعني. I really like the tahina is special. والطحينة كمان يعني مخليها طعمها مميز. زي ما قلت لكم دايما انا بترجم بعد كارل علشان الفيديو ده عادي الواحد يقدر يسمعه، مش شرط ان انتوا تتفرجوا عليه يعني. So can you give a rating؟ ممكن تديها كام من 10؟ 8.92. 8.2 ايه تاجن؟ تحب تاكل الكبدة تاني؟ Yeah, it's nice. You can make this anytime. بيقول يعني ان هي حلوة وان انتي ممكن تعمليها اي وقت يعني. كارل قاعد بقى مستمتع بالكبدة وكده. بس انتم ملاحظين حاجة؟ لابس الجاكيت على الشورت. هنا الموضوع ده عادي جدا ان هم يكونوا لابسين لبس صيفي علشان نظام التدفئة وكده، وفي نفس الوقت يلبسوا عادي فوقيه الجاكيت يعني. فهو مستمتع جدا بالكبدة يعني وكده. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات حابين نجرب ايه اكل مصري او اكل عربي بشكل عام يعني. يعني الفكرة دي الغرض من السلسلة دي زي ما بقول دايما اللي هو نقل ثقافات يعني، اللي هو كثقافة مختلفة، لان الاكل يعني بيكون بيعبر عن ثقافة كل بلد. اشوفكم في فيديو جديد، واكتبوا لنا بقى لو في افكار معينة للفيديوهات حابين ان انتوا تشوفوها على القناة. السلام عليكم. مع السلامة.